السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم أحبائي بتنور قناتي ملكة المطبخ السوري. بما أنه هلأ موسم العنب فرح نعمل زبيب بطريقة سهلة وخطوات بسيطة مع أسرار نجاحه ليطلع معنا أطيب من الجاهز. فتابعوا معي الطريقة أحبائي، وقبل ما أبدأ إذا عجبكم محتوى الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة اللي ما اشترك فيها، ونبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندي أنا هون كمية من العنب، هذا العنب السوري المعروف بجودته وأنواعه الكتيرة وألوانه المميزة. فأنا عندي هلأ هذا النوع بدي استخدمه، وممكن نستخدم أي نوع لعمل الزبيب. فهلأ لهذا اللي بدنا نستخدمه حاليا لعمل الزبيب. فأول خطوة لازم نغسله بشكل كتير منيح. فأنا عم بغسل هالكمية اللي عندي، بغسلها بعدة مرات وبغير عليها المي حتى تنضف بشكل منيح. لأنه يعني إضافة العمل هون عنا بالعمل الزبيب لازم أهم شي بالأول. وبهيك بصفي منه المي بعد ما غسلته عدة مرات. وهلأ هيك بننتقل للخطوة اللي بعدها. هلأ أنا بدي أخد عنقود العنب هيك، وبدي أفرط منه حبات العنب. فأنا هلأ هيك عم أقوم بهالخطوة هي. في هي طرق إنه بيضل بعناقيده بيجففوه، ولكن هي الطريقة أفضل وأسهل، وحتى لتجفيف العنب أفضل بكتير، لأني عم نختار الحبات كلها السليمة. ما إذا طلعت عندي أي حبة أو أي شيء بنرفعه. فمثل ما شفتوا هيك حصلت على كمية كلها نظيفة ومعروفة، يعني الحبات كلياتها سليمة وما فيها أي تشققات، ما لازم يكون فيها أي شيء. حبات العنب. هلأ بطنجرة على النار حطيت مي وصلت للسخونة للغليان تقريبا. حطيت معلقة صغيرة من ملح الليمون ومعلقتين من الزيت النباتي. وما بنحط زيت الزيتون لأنه بيعطي طعمة. هدول المادتين هن مواد حافظة ومعقمة. وبالإضافة للزيت إنه بيخلي حبات العنب ما تلتصق بعضها ببعضها عن وقت اللي بتنشف وبتجف. فبتطلع عندي حبات كلها منفصلة عن بعضها ونتيجة رائعة. هلأ بدي اتركه على النار لمدة دقيقة كاملة، لازم اخليه وما طول اكتر، لاني احنا ما بدنا نسلق العنب ولا يستوي. هلأ بعد ما دقيقة تقريبا ضل بمي ساخنة جدا برفعه بصفيه. والأفضل إنه أحط عليه مي باردة أو من الحنفية حتى توقف عملية الاستواء، وإنه يضل سخن كتير. هلأ بالشمس أنا حطيت صينية ومديت عليها قطعة قماش، ومباشرة أخذت العنب اللي صفيته ومده عليها مثل ما شايفين بهالشكل هاد. فهلأ هي هون يعني هي الطريقة ميزتها إنه وقت اللي فرطنا حبات العنب أسهل بكتير ما إنه نحط العناقيد كاملة وتصير فوق بعضها. هلأ هون بنحط الحبات مثل ما شايفين إنه يكون ولا حد يعني ولا حبة فوق التانية. هي بتساعد كتير بتنشيفه بسهولته. وهلأ بغطيه حتى ما يجي عليه أي حشرات، وكمان حتى ما يحترق كتير بالشمس. هلأ باليوم الثاني شوفوا كيف صار، تغير لونه وبدأ تدبل حبات العنب اللي عندي. مثل ما شايفين إذا شفنا هي القطعة كيف بدأت تدبل على هوا جهة الشمس اللي جاي عليها. وطبعا مو كل الحبات، في حبات لسه يعني بتكون مثل ما شايفين هي لسه ما صار فيها شيء، خاصة عندي الحبات العنب عنديها كبيرة فبتاخد وقت. هلأ باليوم اللي بعده أنا عم تابع معاكم يوم بيوم. اليوم اللي بعده شوفوا كيف بلشت هيك الحبات العنب تجف عندي وتصغر. مثل ما شايفين إذا هيك لاحظنا هون الحبات كيف صاروا ما شاء الله عم يجفوا. يعني هو يوم عن يوم بيفرق، وخاصة هلا عنا بشهر آب ما شاء الله الشمس كتير قوية، فيعني بسرعة بيصيروا. وهلا هي كمان اليوم اللي بعده كمان صار عندي هون بنلاحظ انه في حبات نشفت تماما. فهي ما بخليها تضل بالشمس، لانه في حبات لسه ما صارت، فبنقيها هيك اللي صايرة جافة وبرفعها. وفي ملاحظة انه اللي منطقته بتكون فيها رطوبة بالليل بدخلوها للداخل حتى ما يتكون عليه اي رطوبة او ندى. شايفين هدول الكمية برفعهم وبخلي الباقيين ينشفوا. هلا بدنا نتابع لليوم اللي بعده. هلا هيك بعد بهذا اليوم السادس تماما جفوا تماما وصاروا جاهزين. فانا اخذوا معي 6 ايام. هلا دخلتهم للداخل
وهيك عم حطّن بالصينية بفردن، وبتطلع ما شاء الله عندي كمية وفيرة. كل كيلو من العنب بيعطي ربع كيلو من الزبيب. ما شاء الله يعني بيطلع كمية منيحة و ونتيجة رائعة وطعم ولا أروع من هيك، عن جد بينافس الجاهز. كتير لذيذ وطيب والإضافة طبعًا نعرف كلّياتنا فوائده، فوائد الفواكه المجففة بشكل عام والزبيب فوائده كتير كبيرة وكتيرة. هلأ بالنسبة لحفظه أنا عم حطيته بمطربان، طلع عندي هاد المطربان الكبير، مطربان زجاجي. ممكن ينحط بأكياس وينحط ببراد أو بالفريزر لفترة طويلة كتير بيضل، وحتى هذا ممكن إنه أحفظه بخزانة المطبخ أو أحطه بالبراد إذا عندي الجو شوب كتير أو حرارة. فمثل ما شفتوا هيك ما شاء الله، شوفوا هذا اكتمل عندي المطربان. بجد ولا أروع من هيك. مثل ما شفتوا طريقة كتير سهلة، المواد اللي حطيناها ما حط يعني كلها مواد حافظة طبيعية، ما حطينا شي كيميائي. ولا أروع من هيك بجد. اغتنموا هلأ يعني موسم العنب وساووه. شوفوا الحبة كيف بتكون ناشفة وبنفس الوقت طرية، ما بدها تكون قاسية طبعًا. وحبات الزبيب طلعت عندي ما شاء الله كبيرة، لأنه هو بالأصل حب العنب كبير، حبات العنب. فإذا عجبكن هالفيديو اللي عملناه لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة. وشكرا كتير لدعمكم ولتعليقاتكم الحلوة، وإلى اللقاء بفيديو قادم.